في اللون أيتما ديستما أيوزنون. مرحبا بكم إخواني أخواتي في إطار أنشطة المعرض الكتاب الدولي في دورته 27 الذي انعقد في مدينة الأنوار الرباط العاصمة الثقافية لأفريقيا أو عاصمة إفريقيا الثقافية. قمت بإمضاء أول ديوان شعري أمازيغي عربي بالطريقة الحديثة، الذي تعمدت فيه أن أعتمد على رؤية جديدة في الكتابة الشعرية، خاصة وأنني قبل أن أنتقل إلى خصوصية هذا العمل وإلى مشروعي في التراث الشعبي المغربي، أعرفكم بنفسي. أنا الدكتورة ثريا بن الشيخ، أستاذة مبرزة في اللغة العربية، دكتورة في اللغة العربية أيضا بجامعة محمد الخامس بالرباط، طالبة الأستاذ عباس الجراري في الأدب الشعبي، وأيضا خبير السرد الأستاذ سعيد يقطين. بدأت النشر ولا أقول الكتابة لأنني كنت أكتب منذ عدة عقود، ولكن النشر تأخر. بدأته قبل أقل من 10 سنوات في نشر البحث الذي يعتبر جزءا من مشروعي العلمي حول الأدب الشعبي، وهو الكتاب الأول المعنون بالصورة الفنية في الخطاب الشعري الشعبي بين شعر الملحون والروايس. الكتاب موجود في المكتبات الوطنية. ثم بعد ذلك قمت بنشر دواويني الشعرية، مبتدئة بديوان فنجان واحد لا يكفي، ومتى كان الفنجان يكفي إذا كان واحدا. ثم بعد ذلك قمت بنشر ديوان الذي كان أكبر بكثير منه على مستوى الحجم وعلى مستوى التجربة الشعرية أيضا، وعنونته بويحك من صمت المحراب. طبعا ثم جاء الدور الذي أتى مباشرة بعد إعدادي لأطروحتي الثانية حول الأدب الشعبي، السرد الفني في الخطاب الشعبي بنياته وتصوراته ومفاهيمه. بعد ذلك اقتنعت أثناء المناقشة بضرورة كتاب أو نشر ديوان شعري أمازيغي عربي. كتبت هذا الديوان بالحرف العربي أولا، ثم بالحرف الأمازيغي، ثم بعد ذلك قمت بترجمة النصوص إلى اللغة العربية. هذا الديوان سوف يكون أول لقاء لطفل أو للتلميذ أو الطالب المغربي باللغة الأمازيغية بشكل مختلف، ليس فقط لأن المخرج والمصمم كان الكاتب والأديب العالمي نصر الدين بوشقيف الذي يعيش في فرنسا، والذي نتمنى له الشفاء العاجل، لأن الكتاب حتى على مستوى الإخراج كان جميلا جدا، وإنما أيضا كان على مستوى أسلوبه الجديد في التعامل مع القضايا الإنسانية الكبرى. ربما قد يقال عني بأنني رومانسية جدا في الشعر العربي وفي كتابة الشعر العربي، إلا أن النسق التصوري للغة الأمازيغية يختلف، لذلك فقد كان توجهي مختلفا، لأن اللغة الأمازيغية أصلا هي تختلف عن اللغة العربية، لأن الذي ينطقها أو الذي يدرسها أو يعلمها فهو لا يستند إلى كتاب سماوي، كما أنه لا يستند إلى تراث مكتوب كما هو الشأن بالنسبة للغة العربية أو اللغات الأخرى، وإنما تم الاعتماد على ما هو شفاهي بالدرجة الأولى، يعني على المجازات الحية، على ما يرتبط بالمعيش اليومي. وبحكم انتمائي لمدينة تيزنيت مدينة الحج بالعيد، كان لابد أن أترك بصمة مع الجيل الصاعد من أبناء المغرب الحبيب. أنا سعيدة جدا أن أحتفل معكم بأول ديوان أمازيغي عربي، يعني يمكنكم أنه سوف يمكنكم أن تعرفوا اللغة الأمازيغية على مستوى الحرف الأمازيغي. مرحبا بكم أبناء المغرب الحبيب، وأنتم بين ظهرانينا ونحن رجال التعليم مررنا من جميع هذه المراحل التي مررتم منها، وكنا نتمنى لو نستطيع أن نحضر مثل هذه التظاهرات الثقافية. أقدم لكم نفسي، أنا الدكتورة ثريا بن الشيخ، مغربية من عناصر طبعا مغربية أمازيغية وعربية وأيضا أفريقية، وإن شئتم أيضا هناك بعض العناصر الشرقية من بلاد الحجاز.
أنا مغربية بكل الألوان، وأنا سعيدة بالتواجد معكم في هذا اللقاء الجميل لكي أحدثكم عن الشعر. تعرفون أنني أنا اليوم بتواجدكم أشعر بأنني في ذمة نفسي، وأنا معكم أتواجد مع هذا الجيل الصاعد، مع هذه الوجوه المشرقة، وأنتم رجال الغد، أنتم مغاربة المستقبل، أنتم مثلنا في غد أفضل. ووجودكم هنا في محراب الكتاب يدل على أنكم سوف تتقدمون إلى الأمام لكي تؤسسوا مغربا جديدا بسواعدكم أنتم. قلت أنا سعيدة بهذا التواجد وبإمضاء هذا الديوان الذي بجمال شكله ربما أثاركم فوقفتم فاكتشفنا بعضنا البعض. أنا سعيدة بكم، أشد على أيديكم جميعا، أشد على أيديكم واحدا واحدا، وأحمس في آذانكم إذا جاز للهمس أن يكون علنا بأنني أحبكم كما أحب نفسي، فأنتم أبنائي، أبناء المغرب الحبيب. طبعا أتمنى أن تتقبلوني كما تتقبلون شهرزاد، إلا أنني لا أتحدث عندما تغيب الثريا، أتحدث عندما تغيب الثريا، عندما يطلع النهار، عندما تسكت شهرزاد الشرق، فشهرزاد المغرب تبدأ الحكية وتبدأ السرد عندما تطلع الشمس ويبدأ فجر يوم جديد. منتدى السهدة وحما، دمت منتدى وحما، عش في الأوطان.